السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والامور ديالكم هانيه ان شاء الله. اليوم تبارك الله 10 من رمضان، وهذه ثالث مبادره غادي نديروها في هذا الشهر المبارك. وهذه المره ماشي 150 طرد، هذه المره قدرنا نوفروا تبارك الله 200 طرد غذائي اللي غيستافدوا 200 اسره منه. داكشي باش بغيت نشاركوا معكم ونبين لكم شحال حنا فرحانين، نشارك معكم الفرحه ديالنا، نشوفوا تبارك الله شحال قادرين نوفروا مع هاد المتبرعين. بطبيعه الحال بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هاد المتبرعين قدرنا نوفروا هاد الكميه ديال الطرود الغذائيه اللي ماشي سهله. فشكرا لكم وجزاكم الله كل خير، وان شاء الله ديما نكونوا حنا الناس سباقين الخير، يدينا في يديكم باش ديما نديروا حاجات كبيره بحال هكا. وشوفوا معنا يعني شاركوا معنا المبادره كلها من الاول ديالها حتى التالي ديالها. اليوم في 10 من رمضان قدرنا بفضل الله ثم بفضل تبرعات ولاد بلادي المغاربه نديروا مبادره ثالثه ديال الطرود الغذائيه. يمكن اللي كيشوف هاد اللقطات كيشوف غير طرود كذا كتوجد، ولكن في الحقيقه مور كل طرد حكايه امل، مور كل قفه خارجه من قلب انسان بغى يعاون. فالظروف الصعيبه اللي كنعيشوها بزاف ديال العائلات كتعاني باش توفر ابسط الاحتياجات، ولهذا حاولنا على قد ما نقدروا نكونوا سبب صغير في التخفيف عليهم في هذا الشهر المبارك. كل طرد كنوجدوه كنحسوا انه ماشي غير مواد غذائيه، بل رساله تضامن ومحبه جايه من المغرب حتى لغزه. شكرا لكل واحد ثق فينا وشارك في هذا الخير. اختكم اليوم صبحت عيانه مهلوكه، واخا هكاك ما غاديش نقدر انني نبقى جالسه وما كيخدموا خدامين كيقادوا في المبادره وانا جالسه كنتفرج فيهم. ف ما نقد معاهم، علاش قديت وغادي نمشي نرتاح بحالاتي. نهار ديال المبادره كنكونوا دايرين بحال الخليه ديال النحل، كله خدام كله خدام. والاهم من الطرود الغذائيه الكراتين اللي كيخرجوا من موراهم، هما اللي كنفرحوا عليهم باش نشعلوا بهم العافيه، باش نطيبوا بهم، باش نوفروا ديك شويه ديال الغاز اللي كيخرج لنا. الناس كيفرحوا بالطرود الغذائيه وحنا كنفرحوا بالكراتين.
الطرود الغذائية واحد بواحد، وكل طرد كنحطو فيه ما تيسر من المواد اللي تقدر تعاون عائلة تقضي أيام رمضان بكرامة. يمكن الكاميرا كتوري غير لقطات بسيطة ديال التحضير، ولكن الحقيقة أن وراء كل المشاهد تعب ونية صادقة وقلوب كتيرة بغات دير الخير. وأنا كنوجد هاد الطرود كنت كنتخيل كل عائلة غادي يوصلها هاد الخير، كل أم كتفكر كيفاش توفر الفطور لولادها، وكل أب كيبذل كل ما في جهده باش يقدر يسند عائلته في هاد الظروف الصعيبة. الجميل في هاد المبادرة أن الخير جا من بعيد، من قلوب ولاد بلادي المغاربة اللي ما بخلوش واللي حسوا بإخوانهم ووقفوا معاهم. ماشي أول مرة يدعموا هاد العمل، وهذا الشيء خلانا نقدروا نديروا المبادرة الثالثة في هاد الشهر المبارك. ومع كل طرد كيتوجد كنقول في قلبي الحمد لله اللي ربي جعلنا سبب ولو بسيط باش ندخلوا الفرحة لشي دار محتاجة. لأن في الحقيقة الخير ماشي غير في العطاء، الخير حتى في الإحساس بالآخرين وفي الوقفة مع بعضياتنا في الأوقات الصعيبة. نتمنى من الله يتقبل من كل واحد ساهم في هذه المبادرة ويجعلها صدقة جارية ليه ويرجع ليه الخير أضعاف مضاعفة. وشكرا من القلب لكل إنسان كان سبب في هذه اللحظة، لحظة تضامن ورحمة وإنسانية. وأنا كنشوف الطرود قدامي كنت كنحس بامتنان كبير لكل إنسان ساهم في الخير، لأن كل مساهمة كبيرة كانت أو صغيرة قدرت تصنع فرق حقيقي في حياة عائلات كثيرة. الجميل في هذه المبادرة أن الخير ما كانش من مكان واحد، بل جاء من قلوب كثيرة آمنت أن مساعدة الناس واجب، وأن الخير خاصو يوصل مهما كانت المسافات بعيدة. من هنا كنقول شكرا من القلب لكل ولاد بلادي المغاربة اللي تاقوا فينا وكانوا سبب في هذه المبادرة. الدعم ديالكم وصل والأثر ديالو وصل حتى البيوت اللي كانت محتاجة ليه، وكنتمنى من الله يتقبل من الجميع ويجعل كل ما قدمتوه صدقة جارية لكم، ويبارك لكم في صحتكم في رزقكم وفي أهلكم.
ومع البدايه ديال الليل بدينا كنكملوا التسليم ديال الطرود، حيت بديناهم قبل الافطار وكملنا بعد الافطار. في كل طرد كنا كنسلموا، كنا كنضحكوا مع الناس اللي كيستلموا، وكنحاولوا اننا نحسوا بالفرحه والامتنان في عينيه. الدنيا ليلت علينا ولكن قلبنا مطمئن ان التعب ديال اليوم كامل تحول لابتسامه، وكل لحظه صعيبه حسيناها انها كتستاهل. الحمد لله اللي عطانا القوه نكون سبب فرحه هاد الناس. وبالرغم من الظروف الصعبه كنحسوا ان الانسانيه مازال فيها ضوء، وان رمضان باقي كيعلمنا التضامن والرحمه. وبهذه اللحظة كنبغي نقول لكم باللي الخير باقي حي والامل باقي حاضر. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالنا وتخليو لنا الرأي ديالكم في هذه المبادرة في التعليقات.